مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نور عماد من قناة شوكة وسكينة. هنعمل بقى النهاردة رز بلبن مكشكش كده من على الوش، وزي بتاع المحلات بالظبط، واحلى كمان وغني جدا. وهقول لكم الاضافة اللي هنحطها النهاردة. يلا بينا بقى نشوف المقادير. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة. دي بقى مقاديرنا اللي هنستخدمها النهاردة في الوصفة. تعالوا بقى اقول لكم بالترتيب هنحط ايه الاول. انا هجيب اللبن هغليه على النار. اللبن اللي هو البلدي اللي هو من عند اللبان، يبقى غني كده وطعمه جميل جدا في الرز بلبن. اول ما اللبن يغلي بقى هنزل بالرز على طول. انا غسلاه نص كوبايه رز، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هستنى بقى يغلي تاني غلوه واحده بس، واغطيه واسيبه ساعه او ساعتين. هطفي النار طبعا، مش هسيبه على النار، يعني انا خلاص طمنت ان هو غلي. هطفي النار، هرجع بقى بعد ساعة او اتنين. بص الرز هلاقيه شرب من اللبن، هيبقى طعمه غني جدا وهيبقى تحفة ان شاء الله. اهم حاجة بس ان نسمي بالله واحنا بنعمل اي حاجة عشان تطلع جميلة. طبعا هولع عليه تاني النار بقى، واحاول افك الرز في رز بيبقى لازق في بعضه كده، عشان طبعا كان مقفول عليه الغطا. هتلاقي بقى كل رزاية غنية جدا وشربت من اللبن جامد. هتحسي ان طعمه غني اوي وانتي بتاكليه. هسيبه بقى يتسبك مع بعض كده ويغلي مع بعض. هنزل بقى بالسكر، حوالي كوباية سكر. انتي بقى السكر ده براحتك تتحكمي فيه زي ما انتي عايزة، بتحبيه مسكر، بتحبيه مظبوط، بتحبيه دلع، حسب الرغبة يعني. انا كده استعملت في الوصفة لبن حليب بلدي. بحب بقى كوباية لبن معلبات اي نوع انتي بتحبيه، مع معلقتين نشا. هجيب كوباية لبن مع معلقتين نشا وادوبهم كويس جدا. مش هحطهم يعني الا لما الرز بلبن خلاص انا اطمنت ان هو مستوي ومظبوط تمام. هدوب بقى النشا كويس، واحط عليها ورقتين فانيليا او ربع معلقه فانيليا، حسب بقى ما انتي بتحبي، علب او باكيت او كده. وهنزل بقى بالنشا. خلاص انا اطمنت كده ان السكر مظبوط بتاع الرز بلبن. هلاقيه بقى تقل معايا كده زي ما انتوا شايفين. هفضل اقلب، لازم اقلب وايدي تبقى فيها على طول لانه ممكن يشيط من تحت. هنا بقى هجي للخطوه اللي هتخلي وشه مكرمش وطعمه تحفه وغني وكانه من افخم محل. قشطه بلدي تجيبيها من عند اللبان برضو، يا اما انا اكون محوشاها من لبن بلدي قبل كده. البديل طبعا للقشطه الكريمه اللبان. لازم طبعا اغرفه وهو سخن، وهسيبه بقى يبرد، وبعد كده بقى ازينه بقى بولة ايس كريم، مكسرات، جوز هند، حسب بقى ما تحبوا. زي ما انتوا شايفين كده ما خدش وقت خالص الحمد لله. 10 دقايق ربع ساعة كنت عملته. وما يبرد بقى هبرده في التلاجة ان شاء الله. بس كده وان شاء الله تجربوه يعجبكم بأمر الله، وهيطلع لذيذ اوي ان شاء الله. لما يسقع هتدوقوا وهيعجبكم. انتظروني بقى الوصفة اللي جاية، اعمل لكم حاجات حلوة هتعجبكم ان شاء الله.